السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ما كنتش هعمل فيديو لان المفروض زي ما احنا عارفين احنا بنزل فيديو كل سبت وتلات. بس هي خاطرة في دماغي وحاسة ان انا محتاجة ان انا انزلها قوي. ممكن يكون حد محتاج يسمعها الفترة دي، الله اعلم. انا حابة ان انا اتكلم على فكرة انه مش اي اختيار انت بتختاره هو انت فعلا بتختاره بحريتك. في فرق ما بين اختيار الحر واختيار السجين. علشان تقدر تقول ان انت بتختار بحريتك لازم ما يكونش فيه اي ضغط نفسي مادي اجتماعي عليك. تقدر تقول ان انت بتختار بحريتك لما ما يكونش فيه ضغط من الاهل، من الصحاب، من شريك، من اي علاقة ايا كانت ايه العلاقة اللي انت فيها، اخوات، اصدقاء، زمالة، وات ايفر، ايا كانت ايه هي. طول ما انت بتختار الحاجة غصب عنك علشان مفيش غيرها فانت كده مش بتختار. لما انت تروحي تشتري بلوزة وفي مثلا بلوزتين عجبوكي، واحدة ب500 وواحدة ب800، انت مش معاكي غير 600 جنيه وال800 ديت عجباكي جدا، فقلتي لا، انا مش معايا غير ال500، مش معايا غير 600، هشتري البلوزة ب500 وال100 جنيه ديت هجيب بيها اي حاجة وانا ماشية، ولا هروح بيها، ولا هعمل بيها اي حاجة. فانت هنا ما اخترتيش اختيار حر. تقدري تختار اختيار حر لما انت يكون معاكي تمن البلوزه ام 500 وتمن البلوزه ام 800. انت معاكي كده التو اوبشنز، انت حره، هتختاري بعيدا عن اي ضغط مادي معاكي. لما انت يكون مثلا انت روحت البيت وهتموت من الجوع، فتحت التلاجة لقيت اوحش اكله انت ما بتحبهاش وهي السبانخ، فانت هتموت من الجوع فاضطريت تاكلها، هل انت كده اخترت ان انت تاكلها؟ لا. فاختيار الحر ما بيبقاش فيه اي ضغط عليه نفسي، ما بيروحش يختار علاقة يدخل فيها او يختار اي حاجة يعملها علشان هو تحت تأثير الاحتياج النفسي، تحت تأثير ان انا نفسي احس بالشعور ده، حاسس بالوحدة، حاسس ان انا مش مقبول، حاسس ان انا كذا، فيروح يعمل حاجة غصب عنه عشان خاطر يتقبل، او يروح يختار حد مش مناسب ليه عشان خاطر هو يحس ان هو ايه، عشان خاطر يحس ان هو تمام. تروحش مثلا تختار حاجه واللي حواليك يقول لك اصل انت لازم تعمل كذا 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 كذا، ويكون كلامهم مقنع ليك منطقيا وكل حاجه، بس انت مش عايز تعمل ده، يبقى دوت مش اختيارك، دوت اختيار مبني على ضغط، اختيار جه بناء على ضغط. حتى لو انت شايف ان دوت افضل حاجه، كان برضو لك الحق ان انت ما تختارش اصلا الاختيار دوت على الاطلاق. اختيار السجين ممكن يبقى مثلا حد له سلطة، او حد مثلا بيخيرك، مثلا اهل او وات ايفر، فيقولك براحتك اختار، براحتك انت حر. بس انت طبعا بيوصلك رسالة ضمنية اللي هو امشي بمزاجك بقى، امشي بمزاجك بقى عشان نوريك امشي بقى علشان علشان تشوف. ممكن يجي لك دوت من اي حد له سلطة عليك، مدير مثلا يقولك براحتك انت حر او اهل، زوج، ممكن تكون علاقة صداقة، والعلاقات الصداقة اللي بيكون فيها حد فوق حد تاني ديت برضو ممكن ان هي تكون برضو ماسكة فيك او مكلبشة فيك، فتقولك براحتك اعمل اللي انت عايزه، بس ما تندمش بقى بس ما تزعلش بقى. طبعا اي حاجة انت هتعملها هنا مش بيبقى اختيار حر. حتى لو انت عملت اللي انت عايزه انت بتحس ان انت عملت حاجة غلط، انت اللي هو انا ايه يا جماعه، وانا غلطت ان انا عملت اللي انا عايزه ولا ايه يا جماعه، وانا مش المفروض اعمل اللي انا عايزه، ولا اعمل اللي احنا عايزينه، ولا اعمل اللي انتوا عايزينه، ولا انا اعمل ايه بالظبط؟ فركزوا ان انتوا دايما اي حاجه بتختاروها في حياتكم ما تكونش تحت تاثير اي ضغط. ما تختارش اي حاجه بناء على ضغط، ضغط مادي، ضغط نفسي، ضغط اجتماعي. هتيجي في اوقات هتضطر ان انت هتختار ده، انت مضطر، انا ما عنديش اوبشن تاني، انا ما عنديش، انا نفسي اروح في اوبر بس ما عنديش اوبشن غير ان انا اركب ميكروباص. فانت خلاص انت عارف ان انت هتركب، ما انت مش هتقعد في الشارع بقى تقول أصل أنا لازم اركب اوبر وانا اكيد هتضطر ان انت هتركب الميكروباص وهتروح، صح كده؟ تمام. بس تكون عارف من جواك ان انت لا، دوت ما كانش اختيار، انت مضطر ان انت تعمل الحاجة دي. فاوعوا تضحكوا على نفسكم تختاروا او تبقوا ماشيين في اوبشن وماشيين في مسار عشان انتوا مضطرين تمشوا فيه وتيجوا تقولوا في الاخر لنفسكم انا اللي اخترت ان انا اعمل ده. لا، في اوقات كثيره هتبقى مجبر ان انت محصور في اوبشن واحد، مش هيبقى قدامك غير اوبشن واحد بس. طالما انت هتاخد الاوبشن ده يعني على الاقل اعترف تجاه نفسك ان انا لو كان عندي اوبشن تاني كنت هاخده، او لو انت مش مضطر ان انت تاخده بالدرجه الكبيره تخلى عنه على الاطلاق. انا بتكلم مثلا في علاقات
في اي حاجه تانية. تخلي عنه طالما انت مش خلاص هتندم مثلا بعد كده ايه اللي خلاني مثلا اعمل كده. ف ذاتس ده اللي انا كنت عايزه اقوله بصراحه النهارده. وحسيت ان انا مش لازم بقى اعمل فيديو واقعد في مكان وبتاع، حسيت اللي هو اتس اوكي يعني، يلا تيك توك بتاع وارفع الفيديو. يعني انا عايزه اقول الكلمتين اللي جوايا وخلاص، وتوصل بقى ايه زي ما توصل. that's it, thank you يا جماعه، وباي باي بقى. الله اعلم بقى هتشوفوني او احنا النهارده الايه، هتشوفوني التلات اللي جاي، ولا ممكن تشوفوني قبل التلات، اصل انا ساعتها اما دماغي بتقول يلا فيديو يلا فيديو بس كده. thank you.